كارثة كروية اليوم لحقت بينا. مباراتين كنا نعود ناخذ فيها 6 نقاط، أخذنا نقطة واحدة فقط، خلتنا بموقف حرج جدا. خلينا ويا حسين والشارع الرياضي من بغداد الآن يتحدث ومشاعر ما أقدر أوصفها. ليش احنا يصير؟ ليش احنا نصير يسحبها كلها من عندهم ويعاقبهم؟ اي والله كل ما يفوز لانه كل ما يفوز ينطيهم. زين ليش خلى بعد ما يلعب كان جابوا الجول الثالث علينا. خزينا والله العظيم تخزينا. اما من يتحمل اليوم المسؤوليه اللي صار؟ المدرب واللاعب. المدرب واللاعب ما لعبوا. اللاعب عنده مهارات فرديه لازم يلعبها. ليش قبل كانوا مهارات فرديه عند اللاعب؟ زين مو اتقيد عندك مهارات فرديه تلعب بيها. يا سيد رئيس الوزراء رحمة على والديك، الكلام إلك فيما الله. هذا كل ما لدي أعزائي المشاهدين. لك الكلمة زميلي حيدر. شكرا حسين، والله يعين هذا الجمهور، لأنه فعلا ما حصل اليوم. احنا سكتنا طوال هذه الفترة، قلنا دعم، قلنا المنتخب الوطني، قلنا كأس العالم، قلنا يا اخوان مشروع رئيس الوزراء، قلنا لكم هذا مدرب ما يخدم الكرة العراقية، قلنا لكم مدرب فاشل، إلى أن وصلنا إلى مرحلة المنتخب الفلسطيني متذيل ترتيب المجموعة، اليوم تلاعب بينا كيفما شاء. وإلا من شوط المباراة الأول احنا فايزين 3 ورايحين ومنتهين. مدرب بمجرد أن تسجل هدف انت وكأنه انتهت المباراة، كل تصفيات كأس العالم انت تريد تفوز بهدف واحد وتقعد وتسكت. كرة القدم 90 دقيقة يا أخي، كرة القدم مو شوط واحد، كرة القدم مو 45 دقيقة، وهسه يا ريت احنا هم لو لاعبيننا ب 45 دقيقة. معقولة الحلول انتهت بالكرة العراقية؟